خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خوتنا اليوم حنتكلموا على واحد الموضوع وهو تاع هاولي كما راكم تشوفوا. هذا هو الموضوع اللي حنتكلموا عليه، تاع كي الازواج الكناري والحسون في التشاجر. انا هذا اسمه ماشي ما راهوش تشاجر اللي يقلق، عادي هكذا خوتي، لكن بزاف مربيين يشكوا من واحد التشاجر خاصة في الكناري. خوتي راهم يتشاجروا ما حبوش كيما درت لهم الولف، درت لهم كذا. اولا اسباب التشاجر هي ان الانثى تكون تعودت على القفص، كي ندخلوا الذكر راح تبدا ها شتو خوتي ها شتو. لكن انا كيما نقولوا ماشي التشاجر اللي راهو اللي راهو بزاف، لكن عادي هكا. المهم خوتي دوك نعطيكم الطريقه، نهضروا على الاسباب. قلت لكم باللي اولا الانثى تكون معتاده على القفص، وخاصه ما تكونش جاهزه مليح تدخلها الذكر، تبدا كيف نقولوا طارت فيها. ثانيا هو تدخل الذكر ويحب يفرض السيطره تاعو هكذا خوتي. برك حنا نقلقوا نحبوا نقولوا نبداو كذا، دائما الذكر دائما هذا الذكر دائما هو اللي يفقد السيطره، عنده بلاصه يحب يوقف فيها غير هو. المهم خوتي، والثاني وهو التنافس عن الاكل، انك تحط لهم بقودي واحد تاع البيض. تشوفوا كيما راني القوديات هاي اللي نحط هنا وهنايا، تحط لهم تاع الاكل وحده، يبداو يتنافسوا يبداو يتشاجروا هكذا على الاكل. الطريقه خوتي هي عندنا زوج طريقات كي يكونوا هكذا في القفص وتحب تنحي هذاك التشاجر. واش دير؟ دقيقه خوتي نجيب برك الحاجز تاع الشباك. دقيقه هاولي خوتي، نجيب الحاجز تحكم هاولي الذكر من هيكا. اصبر شوف روح. هكذا خوتي نديروا الحاجز، هاوليك الذكر منا هاوليك الاخر، هذوك يكونوا هما في قفص واحد. نقولوا سما راك حاب توقف التشاجر، واذا حبيت تتفادى التشاجر هذاك من الاول، تما قبل ما تدخل الذكر واش دير؟ تعطيله هو البيض ياكل والسلطه منا، والانثى تنحي لها الاكل، ما تعطي لها لا بيض لا والو. واذا حبيت تزيد نحي لها واحد نص ساعه، زيد نحي لها خطه الحبوب. انت غير تدخل الذكر هو شبعان واش يدير؟ الانثى الاناث تعرف عن بالك بلي يحبوا الاكل. شوف كيفاش هو حاب يدخل، شتو خوتي. المهم تما الاناث تحب تاكل، هي واش تروح دير؟ تروح تفتح فمها تطلب من الذكر، والذكر كما نقولوا راح يوكلها هكذا خوتي، راح يوكلها ومن بعد خلاص تتفادى كامل التشاجر. واذا كانوا في القفص هكا وتشاجروا لك، انت واش دير كيما انا. شوف واش دير، الحاجز الاول ومن بعد واش تجيب البيض لهنا تحطوا للذكر، وانت راهي تشوف تجي لهنا تحب تاكل ما تولي تطلب فيه منا من الشباك. دير المهم الخاص، المهم الحاجه اللي حبيتها ديرها هكذا خوتي. هي تشوف فيه تولي تحب تجي لهنا من الشباك، دخل فمها يوكلها ومن بعد خلاص نحي الشباك وزيد نحي الاكل هذا. تخلي الذكر حتى ياكل مليح باش ما تروحش هي تزيد تاكل من تما ويبقاو يضربوا. غير اذا تشوفوا وكلها منها نحي الاكل هذاك اللي درتو للذكر، وافتح الحاجز هكذا خوتي، وافتح الحاجز هذاك وخلاص باذن الله راح يتوقف لك التشاجر. وهذه طريقه تقدر تطبقوها سما في الكناري وفي الحسون، لكن كما نقولوا تاع الكناري اللي راهم يشكوا بزاف. ورانا معاها خوتي كيما راكم تشوفوا، رانا مع التشميس وكذا، لانك على بالكم تقدم الكالسيوم. بلا تشميس ما دير والو خوتي، لان التشميس فيه فيتامين دي، وفيتامين دي هو اللي يثبت لنا الكالسيوم خوتي. هذا الحاجز ماشي تاع هذا، تما لقيته عتير جبته هكذا خوتي. المهم هذا هو الفيديو، واذا عجبكم ضغطوا على زر الاعجاب ونشروه مع اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.